السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بقى مخلل البصل. خلل البصل ده جميل جدا، لما تعمليه مش هتبطلي هتعمليه. عشان تروح تشتري شوية بصل من بره هتلاقيه بالشيء الفلاني، لا على ايه ده البصل دلوقتي رخيص جدا، بالذات البصل الصغير ده. تجيبي لك بقى شويه كده وتخليهم. انا جبت شويه بتاع 3 كيلو بصل، بس خدت 2 كيلو وحطيتهم في برطمان يشيل 2 كيلو. عايرت الاول، حطيت البصل عشان اشوف الميه اللي هحطها، عشان البصل ده بنقعه. يعني انا خدت قرب 2 كيلو كده، حطيتهم في البرطمان يشيل 2 كيلو، ورحت حطاه في الطبق زي ما انت شايفاه كده، وحطيت عليه ميه ونقعته ليله كامله. يعني حطيته بالليل كده وصبحت الصبح عملته على الظهر. نسمي الله ونصلي على العشاء كده، ورحت بدات اعمله الظهر. شوفي بيتقشر في منتهى السهوله بقى لما تنقعيه، وبعد كده تنقعيه في ميه عاديه خالص مش دافيه ولا حاجه. قشرته بسهوله، وبعد كده بدات اقطع الراس بتاعته واروح مديله نغزه كده بالسكينه عشان يستوي معايا بسرعه. يشرب الميه اللي هحطها له، اللي هي المحلول الميه اللي انتوا شايفينه ده. غليت ميه واستنيت لما بردت خالص، وكل كيلو بصل بتحطي له معلقتين ملح. حطيت انا 4 معالق ملح، وجبت 3 ليمونات وعصرتهم. انا ما حطيتش خل في البصل، انا كنت الاول بحط له خل لما باجي اخلله، سمعت ان الخل بيقتل البكتيريا النافعه، فحطيت له ليمون بس. حقيقي قلت الليمون يبقى ماده حافظه ليه. انا كنت الاول ما بحطلوش ليمون، كنت بحط له خل بس وملح. حطيت له على كل كيلو بصل 2 معلقتين ملح، وحطيت 3 ليمونات على 2 كيلو بصل، يعني ليمونه ونص على كل كيلو. والميه غليتها، ولما بردت بدات بقى احط لها الملح زي ما انت شايفه والحاجات دي. وادي البصل قشرناه وعملناه بالسكينه زي ما وريتكم. جبت البطرمان عقمته كويس، وبدات احط طبقه بقى من البصل، وقشرت شويه توم حلوين كتار كده عشان برضو التوم يحفظه، عشان انا مش حاطه له خل، خدوا بالكم. وجبت بقى فلفل احمر مشطشط حلو كده كم قرن، وبدات احط بقى انغزه كده عشان ينزل الشطه بتاعته بقى في البصل. تروحي مدياله نغزه كده، ويديكي بقى ايه شطشطه كده في البصل خفيفه، بتبقى حلوه قوي. كم قرن كده، واحط بقى كده، ورحت حاطه قرنين فلفل، وبعد كده بصل، وهكذا، وشويه توم وقرنين فلفل. كترت التوم شويه زي ما قلت لكم، عشان كمان ما حطيتش سوري حل صحيح، خل، عشان ما يبص مني البصل، فلازم اكتر التوم شويه. وحطيت الليمون لما سمعت حقيقي ان حكايه الخل زي ما بقول لكم انه بيقتل البكتيريا النافعه، قلت لا ما بلاها بقى، يعني احنا عايزين نبهدل نفسينا على ايه يعني. فقلت اجربه بالطريقه دي، اول مره حقيقي اعمله من غير خل، فهنشوفه بقى هينفع بقى ولا لا. انا خليته بقى بالطريقه دي وهقفله. انا لسه بقى طبعا انا دلوقتي بوريكم الطريقه انا عملته ازاي، واول ما افتحه بامان هقول لكم ان كان حلو ولا لا. يعني وحطيت له معلقه سكر، يعني انا حطيت معلقه سكر على الميه، معلقه كبيره. على ال 2 كيلو بصل حطيت معلقه سكر على الميه. وجيت بقى حطيت البصل زي ما انتم شايفين، ورحت حاطه بقى قشر ليمون على الوش كده وتوم، ورحت حاطه شويه زيت عشان يمنع البكتيريا. وقفلته بقى حلو كده، لقيت الغطا بتاعه كده سايب شويه. حطيت كيس بلاستيك امان برضو عشان ما يخشش اي حاجه تبوظ البطران، ورحت قلباه زي ما انت كده شايفاه رجعه كده، ورحت عدلاه واسيبه بقى يدخل. اشوفه بقى هياخد وقت قد ايه، انا مش عارفه بقى هياخد مده قد ايه بالطريقه الجديده دي. واول ما يتخلل هفتحه واقول لكم حقيقي ان كان حلو ولا لا، واقول لكم الطريقه دي ناجحه ولا لا. وبالهنا والشفا.